تخيلي لو صحيتي الصبح واخترتي ان انتي عايزة تشتغلي على ايه النهاردة، مش لانك مضطرة لكده، لانك مختارة ده. تخيلي انك تشوفي وظيفة بتحلمي بيها وتقدمي عليها من غير ما تقلقي هتدفعي الإيجار منين او هتاكلي ايه الشهر ده. تخيلي انك تقدري تسافري لأي بلد، تاخدي بريك من الشغل سنة كاملة عشان تتعلمي حاجة جديدة، او حتى تقرري تبطلي شغل وتعيشي حياة بسيطة وهادية، كل ده من غير قلق. ده مش لازم يكون مجرد حلم بعيد، ده اسمه الحرية المالية، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. أنا ريهام، وأنا لسه في رحلتي للوصول للحرية المالية، وكل يوم بحس بمزيج من التحدي والشوق للحظة اللي هوصل فيها لحلمي ده، وإصرار مطلق على إني أحققه. النهاردة هنتكلم عن إيه هي الحرية المالية بالظبط، إزاي تحطي خطة للوصول ليها، والأخطاء اللي تتجنبيها، وإزاي تبدأي من النهاردة حتى لو دخلك محدود. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. خليني أبدأ بلحظة التحول اللي غيرت نظرتي للفلوس تماما. كان عندي حوالي 27 سنة وبشتغل من حوالي 6 سنين. يوم من الأيام قعدت أراجع حساباتي المالية واتصدمت. 6 سنين شغل وإيه اللي عندي؟ شوية فلوس في البنك، شوية حاجات اشتريتها وما بقاش ليها قيمة، وحلم عايش معايا إني أسافر أو أخد بريك من الشغل أو أركز على الأجزاء اللي بحبها في شغلي، بس ما أقدرش. كنت بشتغل عشان أعيش وأعيش عشان أشتغل، دايرة مقفولة. اللحظة دي حسيت إني مش عايشة، أنا بجري ورا لقمة العيش زي ما بيقولوا. وساعتها قررت إن أبدأ أتتبع فلوسي بجدية، أحط أهداف واضحة وأتعلم إزاي أدير أموالي صح، مش مجرد أصرف وأشوف اللي هيحصل. ودي كانت أول خطوة في رحلتي للوصول للحرية المالية. الحرية المالية مصطلح كتير مننا بيسمعه، بس إيه معناه بالظبط؟ بالنسبة لي الحرية المالية هي إني أكون قادرة أغطي مصاريفي الأساسية من دخل استثماراتي، بحيث ما بقاش محتاجة أشتغل عشان أعيش. ده مش معناه إني مش هشتغل تاني، لأ، معناه إني هختار أشتغل إيه ومع مين وإمتى وإزاي. الحرية المالية بتديني القدرة على الاختيار، وده أهم حاجة. اختيار الشغل اللي يحقق لي متعة وإشباع حقيقي، مش مجرد مرتب. اختيار المكان اللي عايزة أعيش فيه. اختيار إني أسافر واستكشف العالم. اختيار إني أقضي وقت أكتر مع الناس اللي بحبهم. اختيار إني أتعلم حاجات جديدة أو أطور نفسي. والأهم من كل ده عدم القلق من التغيرات الخارجية المفاجئة. لو فقدت شغلي، لو حصل ظرف صحي، لو الاقتصاد اتهز، هكون مطمنة لأن عندي شبكة أمان قوية. الحرية المالية مش رقم ثابت، دي حالة الاطمئنان والثقة والقدرة على الاختيار. رحلة الحرية المالية مش بتحصل بين يوم وليلة، دي رحلة من مراحل، وكل مرحلة ليها أهدافها وتحدياتها. المرحلة الأولى هي الاستقرار المالي. أول حاجة محتاجة تعمليها هي إنك تحققي الاستقرار، وده معناه تحطي ميزانية واضحة وتلتزمي بيها، تبني صندوق طوارئ يكفي مصاريفك من 3 ل6 شهور، تتجنبي الديون نهائيا أو تسددي اللي عليكي لو موجود. صندوق الطوارئ ده حجر الأساس، لأنه بيديكي الأمان اللي محتاجاه عشان تبدأي تستثمري وانت مطمنة. بدون صندوق طوارئ أي مشكلة هتخليكي تلمسي استثماراتك، وده هيدمر خطتك. المرحلة التانية هي بناء الثروة. بعد ما تحققي الاستقرار تبدأي تبني ثروتك من خلال الاستثمار المنتظم في محفظة متنوعة، وتطوير مهاراتك وزيادة دخلك، وإنشاء مصادر دخل إضافية. الاستثمار هو الأداة الأساسية اللي هتوصلك للحرية المالية، لأن بكده فلوسك هتشتغل لحسابك بدل ما انتي بس اللي بتشتغلي. المرحلة الثالثة هي تسارع النمو. المرحلة دي بتحصل لما استثماراتك تبدأ تنمو بسرعة بسبب قوة الفايدة المركبة، وتبدأي تحسي إن أهدافك قربت. المرحلة الرابعة هي الحرية المالية، لما دخل استثماراتك يبقى كافي لتغطية مصاريفك الأساسية، تبقي وصلتي. والحلو في الموضوع إن كل مرحلة بتديكي شعور بالإنجاز وحرية أكبر من اللي قبلها. عايزة أكلمك عن استراتيجية من أقوى الاستراتيجيات للوصول للحرية المالية، خاصة في مصر، اسمها كوست فاير. كوست فاير جت من حركة فاير اللي معناها Financial Independence and Retire Early، يعني الحرية المالية والتقاعد المبكر.
فكرة كوست فاير إنك توصلي لنقطة معينة في استثماراتك بحيث إن لو سبتيها تنمو لوحدها هتوصلك للحرية المالية في سن التقاعد من غير ما تضيفلها حاجة تانية. يعني مثلا لو أنت عندك 25 سنة واستثمرتي 100,000 جنيه وسبتيهم يزيدوا بمعدل 8% سنويا، هيبقوا أكتر من 2 مليون جنيه لما تبقي 65 سنة. الجمال في الاستراتيجية دي إنها بتديكي حرية نفسية كبيرة، لأنك بتبقي عارفة إن مستقبلك متأمن وتقدري تاخدي مخاطر أكبر في شغلك، أو تجربي مشاريع جديدة، أو حتى تشتغلي بارت تايم. كوست فاير مناسبة جدا للبنات في مصر لأنها مش محتاجة مبالغ ضخمة في البداية، وبتديكي مرونة في اختياراتك المهنية، ومش محتاجة ادخار مبالغ كبيرة طول العمر، وبتخليكي تستمتعي بحياتك وانتي بتحققي أهدافك المالية. النصيحة بتاعتي: حددي المبلغ اللي محتاجاه كبداية للكوست فاير، واشتغلي على انك توصلي له في أسرع وقت، وبعدين استمتعي برحلتك. واحدة من أهم الاستراتيجيات في رحلة الحرية المالية هي انك ما تعتمديش على مصدر دخل واحد. أنا شخصيا عندي مصادر دخل متعددة، فيه المرتب الأساسي، وفيه دخل من الاستثمارات، ودخل من المهارات الإضافية اللي طورتها. ليه مصادر الدخل المتعددة مهمة؟ أولا، الأمان. لو فقدتي مصدر واحد مش هتتأثري كتير، باقي المصادر هتشيلك. ثانيا، التسارع. كل مصدر دخل إضافي بيسرع رحلتك للحرية المالية، لأنه بيزود قدرتك على الاستثمار. ثالثا، المرونة. مصادر دخل متعددة بتديكي مرونة أكبر في اتخاذ قرارات مهنية. أمثلة لمصادر دخل إضافية: الاستثمار في البورصة والصناديق، تطوير مهارة والشغل بيها فريلانس، إنشاء مشروع صغير أو إي كوميرس، الاستثمار في العقارات، تدريس أو كونسالتنج في مجال خبرتك، إنشاء محتوى أو كورسات أونلاين. المهم إنك تبدأي بحاجة واحدة وتتقنيها، وبعدين تضيفي مصادر تانية تدريجيا. في حاجة مهمة جدا في رحلة الحرية المالية وكتير مننا بيتجاهلها، وهي الاستثمار في النفس. الاستثمار في تطوير مهاراتك وزيادة قيمتك في سوق العمل، دي من أقوى أنواع الاستثمار لأن أرباحه عالية ومستمرة. لو زودتي مرتبك 1000 جنيه في الشهر من خلال تطوير مهاراتك، ده يعادل استثمار 150,000 جنيه بعائد 8% سنويا عند سن المعاش. ومن أمثلة الاستثمار في النفس: تعلم مهارات جديدة في مجالك، الحصول على شهادات معتمدة، تعلم لغة أجنبية، تطوير السوفت سكيلز زي القيادة والتفاوض، تعلم مهارات رقمية زي التسويق أو البرمجة، حضور مؤتمرات وورش عمل، وبناء نتورك مهني قوي. والحلو إن الاستثمار في النفس مفيش حد يقدر ياخده منك، وبيفضل معاكي طول العمر. نصيحتي إنك تخصصي نسبة من دخلك سنويا للاستثمار في تطوير نفسك، حتى لو 2-3% من دخلك السنوي، الأرباح هتكون مضاعفة. الحقيقة إن رحلة الحرية المالية في مصر ليها تحديات خاصة، ومهم نتكلم عنها عشان نواجهها. التحدي الأول هو التضخم. معدل التضخم في مصر عالي، وده معناه إن قوة الجنيه الشرائية بتقل مع الوقت، فلازم نحط ده في اعتبارنا وإحنا بنخطط. والحل هو الاستثمار في أصول بتحمي من التضخم زي الأسهم والعقارات وتنويع العملات. التحدي التاني هو الثقافة المجتمعية. لسه في نظرة مجتمعية إن البنت مش محتاجة تفكر في الاستثمار والحرية المالية، وإن ده شغل الراجل. والحل هو التعليم والتوعية، وإننا نكسر الحواجز دي بالمعرفة والممارسة العملية. التحدي الثالث هو عدم الاستقرار الاقتصادي. الاقتصاد المصري بيمر بتقلبات، وده بيخلي البنات تخاف من الاستثمار. والحل هو التنويع، وإن جزء من استثماراتنا يكون في أسواق خارجية، والصبر والاستثمار على المدى الطويل. التحدي الرابع هو محدودية الأدوات الاستثمارية مقارنة بدول تانية. الأدوات الاستثمارية المتاحة في مصر أقل، والحل إننا نستغل المتاح صح ونتابع التطورات الجديدة، وممكن نستثمر في أسواق خارجية من خلال منصات مرخصة. التحديات دي موجودة، بس مش مستحيل التغلب عليها. كل اللي محتاجينه هو خطة واضحة وصبر وإصرار. دلوقتي عايزة اديكي خطة عملية تقدري تبدأي بيها من النهاردة. الخطوة الأولى إنك تحددي هدفك المالي. احسبي مصاريفك الشهرية الأساسية، اضربيها في 300، 25 سنة في 12 شهر، عشان تعرفي محتاجة كام عشان تكوني وصلتي للحرية المالية. الخطوة التانية: ابني صندوق الطوارئ. احسبي مصاريفك الشهرية واضربيها في 6. ابدأي تدخلي جزء من دخلك شهريا لحد ما توصلي للمبلغ ده. حطي الفلوس في مكان آمن وسهل الوصول. الخطوة الثالثة: اتخلصي من الديون. لو عليكي ديون
اعملي خطة لسدادها بأسرع وقت. ابدأي بالديون اللي فايدتها أعلى، ما تاخديش ديون جديدة. الخطوة الرابعة، ابدأي استثمار. خصصي على الأقل من 10-15% من دخلك للاستثمار. ابدأي بصناديق الاستثمار المتنوعة وزودي المبلغ تدريجيا مع زيادة دخلك. الخطوة الخامسة، طوري نفسك ومصادر دخلك. استثمري في تعلم مهارات جديدة، دوري على فرص لزيادة دخلك، وفكري في مشاريع جانبية. الخطوة السادسة، راجعي وعدلي كل 6 شهور. راجعي أداء استثماراتك، عدلي خطتك حسب التغيرات في ظروفك، احتفلي بإنجازاتك الصغيرة. المهم إنك تبدأي حتى لو ب50 جنيه في الشهر، البداية هي الأصعب. عايزة أحكي لك قصة سارة، مهندسة وعندها 28 سنة، مرتبها 12,000 جنيه. سارة قررت إنها عايزة توصل للحرية المالية قبل سن 40، وحطت خطة واضحة. السنة الأولى بنت صندوق الطوارئ 50,000 جنيه. بدأت تستثمر 1500 جنيه شهريا في صناديق المؤشرات. السنة التانية طورت مهاراتها وزودت مرتبها ل15,000 جنيه، وزودت الاستثمار الشهري ل2000 جنيه، وبدأت شغل فريلانس في الويك اند. السنة التالتة دخل الفريلانس وصل 3000 جنيه شهريا، وبقت تستثمر 3500 جنيه شهريا، وضافت استثمار في الذهب للحماية من التضخم. السنة الخامسة إجمالي مرتبها ودخلها الإضافي وصل 25,000 جنيه شهريا، بقت تستثمر 6000 جنيه شهريا، ومحفظتها الاستثمارية وصلت 350,000 جنيه. لما وصلت للسنة السابعة محفظتها وصلت 650,000 جنيه، ودخل استثماراتها الشهري وصل 4000 جنيه، وقدرت تقلل ساعات شغلها وتركز على المشاريع اللي بتحبها. سارة ما زالت في الطريق، بس هي دلوقتي في موقف أقوى بكتير، وعندها خيارات أكتر وقلق أقل. النقطة المهمة في قصة سارة إنها ما بدأتش بفلوس كتير، بدأت بخطة واضحة وصبر واستمرارية. خليني أقولك على شوية نصايح مختلفة حسب المرحلة العمرية اللي انت فيها. للبنات في أول العشرينات من 20 ل25 سنة، المميزات بتاعتكم إن الوقت في صالحكم، وده أقوى سلاح في الاستثمار. قدرة أكبر على تحمل المخاطر، ومصاريف أقل عادة، وطاقة ووقت لتطوير مهارات جديدة. النصايح إنك تبدأي استثمار حتى لو بمبالغ صغيرة، الوقت هيشتغل لصالحك. تاخدي مخاطر محسوبة في استثماراتك، تقدري تستثمري نسبة أكبر في الأسهم. تركزي على تطوير مهاراتك وزيادة قيمتك في سوق العمل، وتتعلمي عادات مالية صحية من دلوقتي، وما تخافيش من الأخطاء، دي فرصة للتعلم. للبنات في منتصف العشرينات والأول الثلاثينات من 25 ل 35 سنة، المميزات بتاعتكم مرتبات أفضل عادة، وخبرة حياتية أكتر، ولسه عندكم وقت كافي للاستثمار طويل المدى، وقدرة أفضل على التخطيط. والتحديات هي مصاريف أكتر من جواز وأطفال ومسؤوليات، وضغط وقت أكبر، وقرارات مهمة في الحياة. النصايح هي إنك تعملي توازن بين الاستثمار والمصاريف الحالية، وتحطي خطة واضحة لل10-15 سنة الجايين، وتخلي استثماراتك متنوعة ومتوازنة، وتفكري في التأمين على الحياة لحماية أهدافك ومسؤولياتك، وتستغلي زيادة الدخل في زيادة الاستثمار. وللبنات والستات فوق 35، المميزات بتاعتكم هي الاستقرار المالي الأكبر عادة، وخبرة حياتية ومهنية كبيرة، وفهم أفضل للمخاطر والأرباح، وقدرة على اتخاذ قرارات حكيمة. والتحديات وقت أقل للاستثمار طويل المدى، ومسؤوليات مالية أكبر، وقدرة أقل على تحمل المخاطر. النصايح هي إنك ما تقوليش فات الأوان، أي وقت مناسب للبداية. ركزي على استثمارات أكثر أمانا ولكن بأرباح معقولة. فكري في خطة الكوست فاير بدل الحرية المالية الكاملة. استغلي خبرتك في خلق مصادر دخل إضافية، وحطي خطة للتقاعد المبكر ولو جزئيا. المهم في كل المراحل البداية والاستمرارية. من تجربتي ومتابعتي لقصص بنات كتير، دي أشهر الأخطاء اللي بنعملها في رحلة الحرية المالية. الخطأ الأول هو تأجيل البداية. لما المرتب يزيد هبدأ، لما الظروف تتحسن هبدأ، لما أتعلم أكتر هبدأ. الحقيقة أن أفضل وقت للبداية كان من 10 سنين، وتاني أفضل وقت هو دلوقتي. الخطأ التاني الهدف المتحرك. كل ما نقرب من هدفنا نلاقي نفسنا بنزود المبلغ المطلوب، أصل المصاريف زادت، أصل عايزة لايف ستايل أحسن. الحل إنك تحددي هدفك من البداية وتثبتي عليه، ولو عايزة ترفعي مستوى معيشتك ده يبقى هدف تاني منفصل. الخطأ الثالث مقارنة رحلتك بالآخرين. كل واحدة ظروفها مختلفة، ومستوى دخلها مختلف، وأهدافها مختلفة. مقارنة نفسك بالآخرين هتحبطك،
والحل إنك تركزي على رحلتك انت وقارني نفسك بنفسك الشهر اللي فات. الخطأ الرابع إهمال التضخم. كتير مننا بتحسب الأرقام بقيمة الجنيه النهاردة وتنسى إن قوته الشرائية هتقل مع الوقت. الحل إنك تاخدي التضخم في اعتبارك وحطي هامش أمان في حساباتك. الخطأ الخامس هو التركيز على الرقم مش الحرية. الهدف مش إننا نوصل لرقم معين، الهدف إننا نحقق الحرية والاطمئنان. أحيانا نقدر نحقق حرية أكبر بتقليل مصاريفنا أو تغيير أسلوب حياتنا، مش بس بزيادة الفلوس. رحلة الحرية المالية مش بس تحدي مالي، دي رحلة نفسية كمان. تحدي الصبر، عشان أصعب حاجة في رحلة الحرية المالية هي إن النتائج مش بتظهر بسرعة، محتاجة سنين عشان تشوفي تأثير استثماراتك. إزاي تتعاملي معاه؟ قسمي هدفك الكبير لأهداف صغيرة واحتفلي بكل إنجاز. ركزي على العادات اليومية مش بس النتيجة النهائية، وفكري في المكاسب غير المالية زي الثقة والمعرفة اللي بتكتسبيها. تحدي الخوف، الخوف من الخسارة، الخوف من اتخاذ القرار الغلط، والخوف من المجهول. إزاي تتعاملي معاه؟ ابدأي بمبالغ صغيرة تقدري تتحمليها لو خسرتيها. اتعلمي كتير قبل ما تاخدي أي قرار استثماري، وفكري في مخاطر عدم الاستثمار مش بس مخاطر الاستثمار. تحدي الوحدة، ممكن تحسي إنك لوحدك في الرحلة دي، خاصة لو الناس اللي حواليكي مش فاهمة أهدافك. إزاي تتعاملي معاه؟ دوري على مجموعة من البنات اللي عندهم نفس الأهداف، اقري قصص نجاح مشابهة لظروفك، وشاركي رحلتك مع حد تثقي فيه ويدعمك. تحدي الإحباط، لما الاستثمارات تنزل قيمتها أو لما تحسي إن التقدم بطيء. إزاي تتعاملي معاه؟ افتكري إن التقلبات جزء طبيعي من الرحلة. ركزي على المدى الطويل مش التقلبات قصيرة المدى. خلي عندك أنشطة تانية تجدد لك الطاقة والحماس. تحدي الأسبوع ده هو إنك تحددي هدفك للحرية المالية. اليوم الأول احسبي مصاريفك الحقيقية. اعملي قائمة بكل مصاريفك الشهرية الأساسية. شوفي محتاجة كام شهريا عشان تعيشي حياة مريحة من غير بذخ. ده هيبقى هدف الحرية المالية بتاعك. اليوم التاني احسبي المبلغ المطلوب. اضربي المبلغ الشهري في 300. ده هيبقى هدفك النهائي. اليوم التالت حددي إطارك الزمني. عايزة توصلي للهدف ده في كام سنة؟ اقسمي المبلغ المطلوب على عدد السنين. ده هيديكي فكرة عن المبلغ اللي محتاجة تستثمريه سنويا. اليوم الرابع احسبي قدرتك الحالية. تقدري تحوشي وتستثمري كام شهريا دلوقتي؟ هل ده كافي للوصول لهدفك؟ لو لا، ايه الفجوة؟ اليوم الخامس حطي خطة لسد الفجوة. ازاي تقدري تزودي دخلك؟ ازاي تقدري تقللي مصاريفك؟ ايه المهارات اللي محتاجة تطوريها؟ اليوم السادس ابدأي أول خطوة. افتحي حساب استثمار. حددي مبلغ شهري ثابت للاستثمار واعملي تحويل تلقائي من حسابك. اليوم السابع اكتبي رسالة لنفسك. اكتبي ليه عايزة توصلي للحرية المالية، ايه الأحلام اللي عايزة تحققيها. احتفظي بالرسالة دي وقريها كل ما تحسي بإحباط، وبعتيلي نتيجة التحدي على فلوسالست@gmail.com. عايزة أعرف أهدافكم ايه وازاي أقدر أساعدكم أكتر في الحلقات الجاية. لو الحلقة دي خلتك تحسي إن الحرية المالية مش حلم بعيد، لو حسيتي إن الوقت جه تبدأي رحلتك بجدية، شاركي الحلقة مع أي بنت أو ست تهمك ممكن تكون محتاجة تسمع الكلام ده. ولو بدأتي رحلتك للحرية المالية، أو لو عندك أسئلة، أو حتى لو عايزة تحكيلي عن أحلامك بعد ما توصلي للحرية، ابعتيلي على فلوسالست@gmail.com وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة. وما تنسيش تسيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه البودكاست. ده أهم حاجة تساعدني إن بنات أكتر يوصل لهم المحتوى ده ويبدأوا رحلة الحرية المالية. الحرية المالية مش رفاهية، دي ضرورة. في عالم مليان بالمخاطر والتحديات، استقلالك المالي هيكون أقوى درع أمان ليكي. كل يوم بيعدي من غير ما تبدأي هو يوم ضايع من رحلتك وفرصة ضايعة لبناء مستقبلك. بس اليوم اللي هتبدأي فيه هو يوم هتقربي فيه من حلمك خطوة، ومن حريتك خطوة، ومن اطمئنانك خطوة. رحلة ال1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة، وأنا متأكدة إنك هتاخدي الخطوة دي. حلمك بالحرية المالية مش مجرد حلم، ده هدف قابل للتحقيق. محتاج بس خطة واضحة وصبر وإصرار. كل جنيه تستثمريه النهاردة هو جنيه بيقربك من حريتك. كل قرار مالي صحيح تاخديه هو قرار بيبني مستقبلك. الحرية المالية مش معناها إنك تبقي مليونيرة، معناها إنك تبقي حرة في اختياراتك، حرة في قراراتك، وحرة في أحلامك. وما تخافيش من الرحلة،
كل الناجحين ماليا بدأوا من نقطة الصفر وعملوا أخطاء واتعلموا وكملوا. المهم إنك تبدأي وتثقي في قدرتك، وتفتكري إن كل خطوة صغيرة بتوصلك لحلم كبير. ابدأي من النهاردة حتى لو بأقل مبلغ، حتى لو بأبسط استثمار. المهم إنك تكسري حاجز الخوف وتاخدي أول خطوة في رحلة حريتك. واستنيني الأسبوع الجاي، وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.